مما يفعل في شهر رمضان قالوا هو كثرة والعناية ببذل الصدقات، سواء كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة أو نافلة. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. ومما يتعلق بالجود في رمضان ما يتعلق بالواجب وهي الزكاة، فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال للمسلمين: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاتكم. قيل إن هذا الشهر الذي عناه عثمان هو شهر رمضان، وقيل المحرم، والعلم عند الله. فالمقصود أن إنفاق الصدقات عموما، ومنها الزكاة الواجبة لمن لم يخرجها في غير هذا الشهر، متأكدة في هذا الشهر الفاضل الكريم. ومن الصدقات الفاضلة إطعام الطعام، وقد جاء أن الصحابة كانوا يتبارون، يعني يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان. ولعل مستنده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. وفطر تحتمل الأكلة التي تكون في أول الليل، وتحتمل أن تكون أي أكل، والشراح بعضهم قال كذا وكذا، وفضل الله واسع، والإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن الله عز وجل كريم.